من زمان ببداية تأسيس المجتمعات كانوا الذكور عم يروحوا غالبا بالصيد، غالبا الإناث كانوا بالمجتمعات يكونوا بالقرية أو بالمجتمع القبيلة هي الصغيرة، وهن عم يديروا بالهم على تربية الأولاد وإلى آخره. مع الوقت نحن صار موضوع التنافس، إنه دائما أنت عم تتنافس لتعمل تزاوج ويكونوا الأبناء مشاعين وكذا. مع بداية الاستقرار هيدا الموضوع صار إنه لا أخي، بدل ما نضل إحنا عم نتنافس دائما، خلينا نعمل نوع من العلاقة الطويلة. وبالتالي انا بدل ما كل سنه مثلا مثل ما بيعملوا الحيوانات تكون عم بتنافس مع ذكور تانيين على الاناث، لا خلص بنعمل نوع من الكونتراكت اللي فيه استمراريه اكثر، كونتراكت شفهي اللي فيه استمراريه اكثر. وبالتالي انا بنجب ابناء اكثر، وهدول الابناء بحافظ على حياتهم لوقت طويل. هي هيك القصه صارت. يعني اسلافنا يلي هن قرروا انه هن او فضلوا انه هن يتزاوجوا مع بعض ويعملوا عقد طويل الامد، بحيث انه الذكور والإناث الأب والأم هن الاثنين عم يرعوا الأطفال لسنوات طويلة. على الأغلب هدول أطفال اللي حيعيشوا لعمر طويل أكثر من الأطفال اللي بس الأم عم تربيهم وأبوهم مو موجود. وبالتالي لانه حتى ممكن يجي ذكر ثاني ويقتل اولاده لحتى يمارس مع الجنس، وهذا الشيء بنلاقيه بكل المملكه الحيوانيه. وقت اللي الام بتكون مهتمه باطفال وما مع ذكر ثاني، بيجي ذكر اخر بيقتل اولاده من شان هو يحسن يتزاوج معه، لانه هي بتلاقي انه انا ما عاد عندي اولاد، ما عاد عندي جينات بحسب تعبير علماء البيولوجيا، فانا بقبل اتزاوج مع حدا اخر. كل الثدييات بيعملوا هي اللعبه بالمملكه الحيوانيه. فموضوع العقود طويله الامد، وفي بعض الحيوانات عندها زواج احادي بيسموها، يعني بتعمل عقود طويله الامد، ومو بس الثدييات حتى بالطيور موجوده. لكن بالنسبه لنا لقينا انه اخي، اذا انا وهي الانثى استثمرنا بالاولاد اللي عم نجيبهم لوقت طويل، لانه لا تنسوا انه نحن الكائنات اللي بدنا اكثر طول وقت رعايه، نحن اكثر كائنات بنتاخر لنحسن ننجب اطفال، بدها 15 سنه تقريبا لحتى ابنك او بنتك يحسنوا يبلشوا ينجبوا اطفال. أطول فترة في مملكة الحيوانات. أول فترة 15 سنة أنت عم تصرف مجهود وتكاليف على هذا الولد، لحتى مثل ما قلت أنت سال، على الأغلب نصهم ثلاث أرباعهم بيموت وما بيوصل ل 15 أو 20 سنة ليجيب أولاد. وانتبه، مو بدك إياه يكون عمره 15 سنة جاب ولد وطب مات، بدك إياه يجيب ولد ويكون هو بصحة جيدة لحتى يرعى ابنه كمان ل 15 سنة ثانيين، لحتى ابنه اللي هو حفيدك يوصل لمرحلة التزاوج. الموضوع كتير طويل. فمن هون اجت قصة علاقة الشراكة ما بين الزوجين، انه هيدي العلاقه نحن الاثنين فينا نضمن انه اولاد، على الاقل الاولاد اللي حسنوا يعيشوا نضمنهم ل 15 20 سنه. ومن شان هيك بنجي لنقطة الحب. موضوع الحب هون ليش في أنانية اللي أنا قلتها، وقلت لك مو بس صديقك الشرقي اللي هو بيفكر بهالطريقة، لأنه نفس أسلافنا هدول اللي من قبل الشرقيين وقبل كل هالكلام هذا، نحن عم نحكي أسلافنا القدماء. بده بالنسبه شو المعيار اللي انا بيخليني اعرف انه هذا الولد اللي انا هلا عم برعاه واصرف عليه 15 سنه من مواردي ووقتي وجهدي هو ابني؟ انا كديفيد شو بده يعرفني انه هذا الولد ابني؟ لا في تحليل دي ان اي، ولا في دكتور، ولا في تحليل دم حتى يا سيدي، ولا في اي شيء. ومو بس هيك، ما بين السكس والانجاب في عندك 9 شهور بمقاييس ايام زمان. اصلا تعرف فهم ال9 شهور شلون الرابط بيناتهم وكذا، نحن بمقاييس اليوم وتلاقي القصه صعبه، فما بالك بايام زمان لا في تقاويم ولا في كذا. وبالتالي وخاصه بالنسبه للذكر، لانه بالنسبه للانثى، الانثى هي الحاله الوحيده في كل الكائنات الحيه، الحالة الوحيدة التي يوجد فيها أعلى درجة يقينية بالقرابة هي ما بين الأم وابنها. 50% من جينات هي الأم موجود بابنها بالتأكيد، لأنه شايفة هذا الولد طلع من جسمها، خلص معناتها أكيد 50% من جيناتي موجودة فيه. بس أنا كديفيد، أنا الأب، هلا شو بدي أعرفني إنه هذا الولد 50% تبعاته الثانيين مني مو من سال؟ شلون أنا بدي أعرف إنه مني مو من سال؟ هي القصة صعبة، ما بإمكانك تعرفها أنت أساسا كذكر إلا وقت أنت بتكون عامل هي العلاقة طويلة الأمد، وفي نوع من الثقة خلينا نقول ما بينك وبين قرينتك هي، لحتى يكون يعني القصة مثل ما عم نقول بالثقة بدك تحملها إنه هذا الولد ابني بالنتيجة. مشان هيك هون بتجي قصة الحب، التملك والغيرة. دائما الحب انتيلز إنه يكون دائما في غيرة كثير قوية، وكل ما زاد مستوى الحب شو يعني غيرة، بدي أتملكه ما بدي إياه يروح من إيدي. وفينا نحكي ليش بيوصل عند البعض تتملكه كثير، وليش عند البعض انت مالك سائل عنه اساسا. طيب ليش انت غريزه الجنس هي من اقوى الغرائز عند الكل، ومن اكثر الشغلات اللي ممكن تستمتع فيها على الاطلاق؟ موضوع الجنس، ممارسه الجنس، ليش هي من اكثر الاشياء اللي بتستمتع فيها؟ وليش موضوع الموت من اكثر الاشياء اللي بتخوفك، او انك توقع من مكان عالي او كذا؟ هذا الشعور اللي جواتك شو سببه؟
سبب جيناتك ببساطه. جيناتك وقت انت عملت سكس، الجينات تبعك عطتك مكافاه انه يلا انبسط، كتر خيرك انه انت عملت سكس وحتجيب كذا، انبسط رح انا اعطيك هي البسط تبعك. عم تدفع لك مصاري، عم تدفع لك اجره منشان تخليك المره الثانيه ترجع انت تعمل سكس وتنبسط، وبالتالي هي الاشياء تزود احتماليه انه هي تتناسخ، بعكس الموت وكل الامور اللي هي ممكن تدفع للموت اللي هي حتخلي هي الجينات تنقرض. ومنشان هيك يعني حتى بيختلف قد ايه خوفك من كذا بحسب من شخص للثاني. شلون بدنا نحل مشاكل المجتمع رغبان بالتعرف؟ شباب ميتين بشكل يومي عم يتعرفوا على النساء، لكن بنفس الوقت ما بدهم بنتهم واختهم وبنت عمهم يتعرفوا على الرجال، لكن هدفه وحثاثه اليومي. وما ما بقول انه شباب وسخين، للاسف نحن ماشيين بمجتمع بانيين مجتمع مخلي الشباب يفكروا بالطريقه، يفكروا الشباب يفكروا باعضائهم التناسليه، لانه مقدسين الجنس نحن لدرجه مو طبيعيه. مثل ما كنا عم نحكي مع الشاب من شوي، رافعين قيمه الجنس من صغره للولد للشاب، بنعلمه ان الجنس هو هدف حياتك واجمل شيء ممكن تشعر شيء بالعالم. انت وبتفتح انستغرام، بتفتح تيك توك، وين ما بتفتح كل هي الامور توصلك على البورن هاب. الانترنت والحياه الواقعيه بوقتنا الحالي احنا كانسان مبنيه على الجنس كلياتها، وعاطينا قيمه غير مبرره للجنس وغير صحيحه، وعاطينه قيمه اكثر بكثير، وبنفس الوقت حارمينه منه للمواطن. شوف قديش هاي البسكوتة طيبة، لكن انت ما معك حقها، روح صمد لتجيب حقها. فشو بتخيلوا بده يعمل هذا المواطن؟ بده يعيش من عمر ال 12 لل 32 عم يفكر بهاي البسكوتة، بحلمه يصمد حق البسكوتة هي ليشتريها. ما بيلحق يدرس وما بيلحق يفكر وما بيلحق ياخذ قرارات صحيحة. بسكوت بده ياكل بسكوت، اخر شيء بصص يعمله 32 صار معه حق البسكوتة، بياكلها هي البسكوتة اول عضة. ذاتس ات. هي للتوضيح ما قصدي نساء بسكوت او بسكوت مكشوف، قصدي الجنس البسكوت. فبياكل هذا الشاب البسكوت بيقول لك هي هذا اللي فانيت عمري It's not even a big deal. الغالبية الساحقة من الشباب والصبايا بهذا العمر كلمة حب اللي هن عم يحكوها هي حب جنسي، هي انجذاب جنسي للطرف الآخر. انجذاب جنسي مو بمعنى هيك مجرد انه انا بدي نط اعمل سكس مع فلان. انجذاب جنسي بمعنى المقومات التي جذبتني الى فلان او المقومات التي جذبتك الى فلان، هي المقومات هي مقومات نابعة بالشكل شبه كامل بس لموضوع التكاثر وإنجاب أبناء وذرية مستقبلية، بمعنى أصح لموضوع القيمة الإنجابية الكاملة عند الذكر، عند الأنثى بالدرجة الأولى، وعند الذكر على الأغلب بيكون موضوع الاستقرار الأنثى هي اللي بتبحث عنه أكثر. فهون وقت أنت عم تدوروا على حب، أنتوا اثنيناتكم حابين بعض كتير، بس الحب اللي بيناتكم انجذاب جنسي اكثر ما يكون حب بمعنى انا بدي ابني اسره علاقه طويله الامد اقضي 80 سنه فيها. هذا موضوع قصه ثانيه، قصه كثير ثانيه عن انه رفيقتك بالجامعه كثير سكسي. قصه تعيش معه 80 سنه غير هذاك الموضوع. وهذا اللي بيصير انه انتم بتعيشوا مع بعض لفتره من الزمن، وبعدين لك كان يحبني، كان شايفني ومو مصدق، وهلا ما عاد بيطيقني، هلا بيحب يروح يلعب مع رفقاته ورا، بيحب يروح يسهر بالقهوه بس ما يكون قاعد معي، بينما قبل 5 سنين كان يترك الدنيا كلها ويحارب الدنيا كلها بس ليكون موجود معي نص ساعه. طب مزبوط، ومو هو موضوع ما عاد حبك وكان يحبك، بس موضوع انه انتوا عم تحكوا عن نوعين مختلفين من الحب. الحب اللي كان حابك اياه هو اسمه حب جنسي، هو غريزته الجنسيه اللي دافعته لانه يكون شايفك ومصدق ويكون عم يحارب الدنيا بس ليكون معك. قلنا موضوع الجينات اللي بدها تمرر وكذا، بيحارب الكوكب كله ليكون معك نص ساعه، مزبوط. لكن هلا هو صار معك ومارسته الجنس لمئات المرات او عشرات المرات، خلص هلا صارت لعبه الورق مع رفقاته بتسواكي وبتسوى القعده معك كلياتها، مو لانه صار بيكرهك بس لانه نوعيه الحب اللي كان حابك انتهت، فانش. وهذا وضع طبيعي. هلا انت وياه عم تحكوا بحب اللي اسمه انه نحن بانين مؤسسه مع بعض، وهي المؤسسه بدنا اياها تستقر وتستمر. هي مؤسسه بدنا اياها تستقر وتستمر، ما فينا نبنيها على انه انت حاببتي وهو حابك منشان تعملوا سكس مع بعض. منشان هيك انا برايي اي حدا بفتره صغيره من العمر يعني انسالي ونسيلي موضوع الزواج، لانه عم تخاطروا مخاطره كبيره لهدول السببين، واحد منهم او احدهم، واحد منهم اللي هو يكون على الاغلب الانجذاب هو انجذاب جنسي بين الطرفين، والسبب الثاني انه يكون واحد فيكم او اثنيناتكم رح يبدل افكاره واراءه. والمشكله انه بالحالتين لا انا ولا غيري فينا نلوم الشخص، لانه هذا وضع طبيعي. هيدا نقطه بمشكلتي مع الزواج. يعني في عندك مثلا على الاقل فيني ميز بين 3 شغلات: حب لانجذاب جنسي تبع هذا اخي زلمه بدي اعمل معه سكس انا عاجبني شكله، حب تبع علاقه قصيره الامد تبع عاجبتني رفقه هذا الزلمه وانه نضل مع بعض وكذا ونسرد سوا،
وحب تبع انا بدي اعمل اسس حياه اعيش كل حياتي مع هذا الزلمه. هدول الثلاثه فاندمنتالي مختلفين عن بعض، جوهريا مختلفين عن بعض، لكن معظم العالم تخبصهم سوا. فهو بتقول لك كنت حبه، كنت اعشقه، كان يحبني، كان يعشقني. انت وياه منجذبين جنسيا لبعض، كنتوا وقت عشتوا مع بعض كرهك وكرهتي، مو لانه كان يحبك، لانه انتوا اختلفتوا. انت كان يحبك جنسيا وانت كنت تحبيه جنسيا، تجوزتوا، وصلتوا لنقطه مطلوب منكم تحبوا بعض كشراكه حياه، وهي ما عم تركب معكم. فهو مو موضوع ما عاد حبك وكان يحبك، موضوع انه الانجذاب الجنسي بشكل طبيعي رح يخف بين اي اثنين عم تصير معهم علاقه طويله، علاقه لوقت ما اجباري بدها تخف، موضوع طبيعي. لكن وفينا نشرح كمان ليش موضوع طبيعي، لكن وقت بدك تعيشي معه وتقرروا تتجوزوا، هذا قرار منفصل عن انه هذا الزلمه انا عاجبني شكله. فهدول امرين مختلفين. الناس اول مره بتعرفوا على بعض بيكون حالاتهم هي عباره عن مجاملات. الانسان دائما عم بيحاول يعطي ما يسمى البيست فيرست امبريشن، فبيوصلوا بعض لهذا الشيء، هذا بيجامل وهذا بيجامل. لهيك نحن لازم نعطيهم وقت اكثر، لانه شو اللي اتضح انه بيكسر المجامله صديقي وشيخي، يتضح الوقت والمعاشره. بس لا يصرفوا وقت كافي مع بعض ويعاشروا بعض تختفي المجاملات، بلش كل واحد يبين شو هو شكله الحقيقي. فانت الحل تبعك مو انه نحن ما لازم نزوجهم على فترة المجاملة لأنها غير صريحة، لازم نعطيهم وقت، لا لازم نزوجهم ما قبل المجاملة. It's just unbelievable. هي واحدة من cognitive dissonance اللي عم نحكي عليها، التنافر المعرفي. الطريقة الأفضل اتضح إنه إحنا نعرف الناس على بعض. الناس تتعرف على بعض شوات، بيوم من الأيام حدا يقول أنا هلأ بدي أتزوج هذا الشخص، يكون في عندهم أخذين هذا القرار عن معرفة، بيعرفوا عن شو عم بيحكوا من الاثنين، بيقولوا أنا بحبك وبدي أتزوجك. عرفان ليش؟ في عنده اسباب، مو العشوائيه هي تبع ما بنعرف شو بصير ونشوف شو الله بيسر. ما في شيء نشوف شو الله بيسر صديقي، يا بنتزوج عن معرفه يا اما بلا الموضوع كله. نسبه هائله من الزيجات حول العالم اللي هي لا تزال قائمه، هي قائمه فقط وفقط من شان انه تضل الاسره متكامله، من شان الاولاد، من شان العائله، من شان العادات، من شان كذا. لكن هن عمليا عندهم طلاق داخلي. بتوقع ما فينا حدا الا وبيعرف عائلات من هذا النمط، ما بتخيل فينا حدا بشايف كل العالم متزوجين وعايشين حياه ورد. يعني انا ما بدي عقد يلزمني انه انا اكون موجود مع شخص لانه في ورقه بيني وبينه. باللحظه اللي حوقع فيها هي الورقه، قد ما كنت بحب هذا الشخص وبحب اني يكون معه، باللحظه اللي حوقع هي الورقه وحس انه انا من هي اللحظه وطالع انا صرت مضطر اكون مع هذا الشخص، لاني يوم مضيت هذا العقد رح اكرهه، ما رح احسن اكون معه، لانه ححس حالي صرت انا ملزم بعقد وشهود وما شهود وتثبيت ومحكمه وكذا، مثل كاني عم بشتري سياره. بينما انا بدي اكون مع نفس هذا الشخص لانه انا اللي بدي اكون معه وهو بده يكون معي، ونحن الاثنين ما في شيء بيلزمنا. هذا الحلو بالموضوع، ما في شيء بيلزمنا نكون مع بعض الا قرارنا الذاتي انه نحن بدنا نكون مع بعض. قرار اوتونومس عم ناخذه نحن الاثنين لانه نكون مع بعض، مو لانه في عقد بيناتنا ولانه بدنا نروح على المحكمه وبدنا نقول له وبدنا نعطيهم خبر وبدنا ينفصلوا بيناتنا لفتره وبدنا كذا وكذا والعائلات هاي البلا بلا بلا اللي بتصير عاده. هاي انا مشكلتي مع موضوع الزواج، وليش انا شايفه عم اقول عنه مؤسسه فاشله، لانه انت عم توقع عقد انه انت ملزم تكون مع هذا الشخص، مو لانه انت بدك تكون معه.